واحد بيقول لي: ما سبب عدم أكل السمك في الصيام الكبير؟ صيامنا نباتي، احنا بنصوم صيام نباتي يعني فيجيتيريانز، والسمك مش نبات، والسمك ايه؟ مش نبات. فلما تاكل سمك ما بقاش صيامك نباتي. تقول لي: طب ليه بناكله في بعض أصوام أخرى؟ لما الكنيسة لقت إن الأصوام عندنا أزيد من نص السنة صوم، وجايز البعض يحتاج إلى بروتين حيواني ولا حاجة زي كده، فسمحت بالسمك كحاجة استثنائية في الأصوام التي ليست من الدرجة الأولى. الأصوام التي من الدرجة الأولى إن احنا بنسميها أصوام سيدية، هي الصوم الكبير صامه المسيح، وأسبوع الآلام، الأربعين المقدس يعني، وأسبوع الآلام لأنها خاصة بآلام المسيح، والأربع والجمعة لأن بنتذكر آلام المسيح والتآمر عليه. فيبقى الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام والأربع والجمعة. طبعا الصيام الكبير بناخده كله، دول مش ممكن أبدا ناكل فيهم سمك. وأنت لما تاكل سمك يعني هتشعر إنك صايم في الصيام الكبير. الصوم أولا هو ضبط للنفس، فأنت لو وجدت إنك بتشتهي السمك تضبط نفسك فلا تأكل السمك.